قبل اي حاجه برافو لعيبه المغرب، برافو منتخب الاولمبي المغربي. انتوا عملتوا انجاز تاريخي بوصولكم لنص النهائي، عملتوا انجاز كبير جدا بان انتوا عملتوا مباراه تاريخيه النهارده قدام اسبانيا. انتوا كنتوا الاحق بالفوز مش اسبانيا. المنتخب المغربي بدأ بدايه قويه جدا في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني بدأ متحفظ جدا ودفاعي. لكن طالما انت عايز تدافع المفروض تعمل تغييرات. انما مدرب المغرب الغلطه الوحيده اللي عملها النهارده ان هو ما عملش ولا تغيير الا بعد الهدف الثاني لمنتخب اسبانيا في نهايه المباراه. وطبعا الهدف جه في وقت قاتل جدا، وكانت هفوه دفاعيه وسرحان من الدفاع، والمنتخب الاسباني احرز الهدف الثاني في الدقائق الاخيره من المباراه. المنتخب المغربي ما قدرش يعوض النتيجه، كان خلاص باقي 7 8 دقائق هم اللي كانوا باقيين في المباراه مع الوقت بدل الضايع. لكن بامانه كبيره المغرب كان يستحق الفوز النهارده. المغرب عمل مباراه كبيره جدا قدام اسبانيا، واحرج اسبانيا كتير جدا اثناء المباراه. فبرافو برافو يا رجاله، برافو يا اسود، انتوا فعلا اسود. عملتوا مباراه قويه جدا، كلكم رجاله، ولسه قدامكم كمان فرصه ان انتوا تحققوا ميداليه على المركز الثالث والرابع. فبالتوفيق ان شاء الله رب العالمين في المباراه اللي جايه، واتمنى يا رب ان احنا ما نتقابلش في الثالث والرابع مصر والمغرب، علشان نبعد عن بعض وكل واحد فينا يقدر يحصل له ميداليه. ارفعوا راسكم يا مغاربه، انتوا اديتوا مباراه النهارده قويه جدا، وكنتوا تستاهلوا الفوز، وكنتوا ند قوي لمنتخب اسبانيا اللي هو اصلا مرشح للفوز بالبطوله. بالتوفيق لكم ان شاء الله في اللي جاي. ومن كل قلبي انا فخور بالمنتخب ده وفخور باللعيبه دي، لعيبه رجاله وتستاهل التحيه. شكرا لكم، سلام.